السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال 2026 الصف الثاني الإعدادي، مرجعة شهر إبريل. يلا بينا كده يا أصدقائي، هنتكلم عن الوحدة الثانية وشوية دروس من الوحدة الثالثة. يلا بينا نشوف المراجعة بتقول إيه. السؤال الأولاني بيقول له يستخدم المستوى المائل في نقط بينما يستخدم الشاكوش المخلبي في نقط. المستوى المائل يستخدم في مقاومة الجهد. طيب بينما الشاكوش المخلبي يستخدم في مقاومة القوة. واحد بيقاوم الجهد والتاني يا مستر محمود بيقاوم القوة. طبعا ده سؤال بيجي كتير في الامتحانات. السؤال الثاني بدأ هنا بقى يجيب له مسألة حلوة. بيقول له يبذل جهد مقداره 100 نيوتن، يبقى دي القوة. يبقى ال100 دي احنا خلينا متفقين ان دي القوة بتاعتك. في رفع جسم وزنه 400 نيوتن، يبقى دي المقاومة اللي الجسم بيقابلها. تعال بقى نشوف هو بيقول له ايه. بيقول له احسب طول ذراع القوة إذا كانت المسافة من نقطة الارتكاز إلى موضع الجسم 2/10 متر يا مستر محمود. احنا عندنا قانون بيقول إن القوة في الذراع تساوي المقاومة في الذراع. القوة في الذراع بتساوي المقاومة في الذراع. طيب هو قال له القوة ب100، ماشي، يبقى انت عندك 100 يا مستر محمود. حلو، هو عاوز طول الذراع هنا هفرضه ب س، ماشي، بتساوي طبعا الطلبة معايا المقاومة في الذراع. المقاومة اللي هو بيقاومها اللي هي 400، ادي يا مستر محمود 400 في الذراع اللي هو الجديد يا مستر 2/10. يبقى الذراع الجديد عندك كام؟ 2/10. يبقى انا عشان اجيب يا مستر محمود طول ذراع القوة يبقى هو كده عاوز س طرفين في وسطين مقص، يبقى الس بتساوي 400. معلش يا جماعة بنحاول نتأقلم مع القلم. 400 في 2/10 على يا صديقي 100. يبقى السين هنا طبعا بعد ما احنا حسبناها السين هتطلع ب8/10. طبعا 8/10 متر، منساش الوحدة. يبقى انا عشان لو الخط مش واضح انا عمال اقول بوبو. الخطوة الثانية هو بيقول انا عاوز الفايدة الآلية. الفايدة الآلية ليها قانون اللي هي المقاومة على القوة. يبقى انا اقول له يا مستر محمود طلب التانية اعدادي الفائدة بتساوي بسم الله الرحمن الرحيم المقاومة على القوة. المقاومة طبعا كانت ب400 والقوة كانت ب100. طبعا الفايدة الآلية اللي هي المقاومة الثانية على القوة الأولانية اللي هي 400 يا محمود على 100 هتطلع حسبتي ب4. هي دي الفايدة الآلية. المسألة دي مش بطالة معايا. السؤال اللي بعد كده بدأ بقى يقول للطالب يعني خد لك درجة كده. بيقول له اكتب المصطلح العلمي عزم القوة يساوي عزم المقاومة. طبعا ما ننساش ان ده قانون الروافع اللي هي زي المكن بتاع الروافع. يبقى ده عندك اسمه قانون الروافع. قانون مين يا مستر محمود؟ الروافع. يبقى احنا كده خلصنا من الدرس ده او الفكرة بتاعت المسألة. تعال بقى ندخل على الصفحة اللي بعد كده. بيقول له يا مستر هنا ادرس الاشكال التالية ثم اجب عن المطلوب اسفل كل منهم. حلو، ده له شكلين، شكل واحد وشكل اتنين. خلينا ماشيين مع بعض واحدة واحدة يا اصدقائي، بيقول له بالنسبة للشكل الاولاني في اي الحالتين تكون القوى المبذولة اقل ما يمكن؟ في الحالة الاولانية ولا الحالة الثانية؟ طيب الحالة الاولانية طول الذراع عندك طويل، دي الحالة الاولانية. والحالة الثانية طول الذراع من محور الارتكاز قصير. كل ما طول الذراع كان طويل كل ما القوة المبذولة بتبقى قليلة.
خلينا نقول تاني، بص انت عندك على الشكل الاولاني كل ما طول الذراع كان طويل كل ما القوة المبذولة قليلة. يبقى في الشكل الاولاني انا عندي قوة قليلة، عندي قوة مين؟ قليل. وفي الشكل الثاني انا عندي قوة كبيرة. هو بيقول له في اي الحالتين تكون القوة المبذولة اقل ما يمكن، هتبقى في الحالة الاولانية. ليه يا مستر محمود؟ لان انا عندي قاعدة بتقول كلما زاد طول الذراع كلما قلت القوة المطلوبة. يبقى انا هقول له كده حالة واحد. ليه اقول؟ لانه بزيادة طول الذراع، لانه بزيادة طول الذراع يحصل ايه يا مستر؟ تقل القوة. هنتأقلم واحدة واحدة مع القلم بتاعنا طبعا. وطالما بتقل القوة يبقى بيقل الجهد اللي موجود معاك. طبعا السؤال ده بيجي كتير في الامتحان، الناس بقى بتفكر ان هو لو عندك طول الذراع قليل يبقى القوة المبذولة قليلة. لا، العلاقة هنا علاقة عكسية. طيب تعالى بقى في الشكل اللي على ايدك الشمال. الشكل اللي على ايدك الشمال جايب له مقص، بيقول استبدل الارقام من 1 إلى 3 بعناصر الرافعة مع ذكر نح. طيب هنمشي واحدة واحدة. بالنسبة للنقطة رقم 2 دي بنسميها نقطة الارتكاز، اللي هي النقطة اللي في نص المقص دي. وبالنسبة للنقطة رقم 1 دي بنسميها المقاومة. ماشي يا عمنا؟ اللي هي اللي بتقعد تقصقص الورق. تمام. وبالنسبة للنقطة رقم 3 دي القوة اللي احنا بنقعد نمسك المقص بالعزم ساعات. وحتى يا اخي زمان كنا بنيجي نمسك المقص نزود العزم كده على المقص ما يقصش معاك، لكن تبقى حنين على المقص واحدة واحدة تشك 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 يقعد ايه؟ يقعد يقص الورقة معاك بما يرضي الله. برضه يبقى انت عارف ان الحاجات دي لو جات لك تبقى عارف تحلها. السؤال الثالث بقى بيقول له مسألة. طبعا المسألة فيها الثقل عندك ب 600 نيوتن، ومسافة من تحت نقطة الارتكاز 50 سنتي، ومسافة تانية 70 سنتي. بيقول له اختر الإجابة الصحيحة. ماشي. بيقول له ما مقدار القوة اللازمة لرفع عربة الحديقة. عندنا قانون بيقول تاني القوة في الذراع بتساوي المقاومة في الذراع. نكتب القانون تاني بتاعنا كده. يلا بابا ماء ورقة وقلم كده واكتب قانونك كده ورانا الله يصلح حالك. القوة بسم الله في الذراع، القوة في الذراع بتساوي اهو بنصغر خطنا المقاومة في الذراع. يلا قول القانون تاني. القوة في الذراع بتساوي المقاومة في الذراع. القوة اللي هو عاوزها اللي هي اسمها س. ادي القوة هيفرضها بس في الذراع. الذراع عندك 50 زائد 70 اللي هي المسافة كلها. ما انت مش هتشتغل على نص المسافة، هتشتغل على المسافة بتاعت نقطة الارتكاز اللي هي 120 يا مستر محمود. بتساوي ادي هنا بتساوي المقاومة في الذراع. المقاومة 600. ماشي، ادي المقاومة 600. بس ال 600 دي لو جيت بصيت على الرسمة بتاعتك عملت الذراع بكام؟ عملت على 70 عند نقطة الارتكاز، لأن المقاومة دي اتنقلت عند المسافة اللي هي 70 سم. يبقى انت عندك القوة في طول الذراع كله اللي هو 70 زائد 50 اللي هو 120 بتساوي المقاومة كانت 600 نيوتن، بس لما قاومت في المنطقة اللي هي عند 70 سم. يبقى انت هتجيب السين يا مستر محمود. يبقى السين بتساوي 600 في 70 على 120. طبعا احنا حاسبين الحسبة دي بس عشان نوفر مجهود للطالب. الحسبة عندي ب 350. يبقى الإجابة رقم ألف. نغير اللون نكتب باللون الأحمر، وارد يدي معانا حاجة كويسة. يبقى المسألة دي عندك مسألة مش بطالة. يبقى انت كده اتدربت على مسألتين يخص الروافع. نقول القانون تاني، طلب التاني اعدادي. القوة في الذراع تساوي المقاومة في الذراع.
المسألة اللي قدامي دي الذراع الطويل كله كان 120، المقاومة اللي هي 600 نيوتن دي أثرت على كام؟ أثرت على 70. السؤال اللي بعد كده مش بطال، السؤال اللي بعد كده مش بطال، يقول له ايه؟ روافع النوع الثاني توفر الجهد دائما. هو عشان يوفر الجهد عشان طول الذراع دايما بيبقى اطول. ما احنا قلنا من قيمه شويه كل ما كان طول الذراع اطول كل ما كان توفير الجهد احسن والقوه قليله. يبقى هنقول كده لان طول ذراع القوة، لأن طول ذراع القوة ماله يا مستر محمود؟ أقل خلي بالك من طول ذراع أكبر. يا جماعة هو بيقول لي هنا ليه توفر الجهد؟ لأن طول ذراع القوة ماله يا مستر؟ أكبر من طول ذراع المقاومة. يبقى أنا هقول هنا أكبر من طول ذراع المقاومة. يبقى هو كده كل ما الذراع كبر كل ما يوفر الجهد بتاعك. ماشي. السؤال الثاني بيقول له رأس الإنسان تمثل رافعة من النوع الأول. ليه بقى؟ عشان نقطة الارتكاز بتاعة رأس الإنسان بتقع في النص. تقع ما بين مين ومين يا مستر؟ تقع ما بين القوة والمقاومة. يبقى هقول له كده لأن نقطة الارتكاز مالها يا مستر محمود؟ نشوف الخط كده معانا. تقع ما بين القوة، لأن نقطة الارتكاز تقع ما بين القوة والمقاومة. عشان كده رأس الإنسان يا مستر محمود تمثل رافعة من النوع الأول. حسن بس الخط شوية على قد ما نقدر. لأن نقطة الارتكاز مالها يا مستر محمود؟ تقع ما بين القوة والمقاومة. ده سؤال برضو بيجي في الامتحان كتير. السؤال اللي بعد كده بيقول له ماسك الفحم اللي احنا بنمسك بيه الفحم لا يوفر الجهد. ليه؟ عشان طول ذراع القوة أقل من طول ذراع المقاومة. يبقى احنا كده طلعنا بمعلومات تانية إعدادي. لما طول ذراع القوة يبقى أكبر من طول ذراع المقاومة يبقى أنا بوفر جهد. ولما طول ذراع القوة يبقى أقل من طول ذراع المقاومة يبقى أنا ما بوفرش جهد. ده أنا حفظت خلاص يا مستر. لأن طول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ذراع القوة ماله يا محمود يا يوسف؟ أقل، خلي بالك بقى، أقل من طول ذراع المقاومة. ده بالنسبة لدرس الروافع. تعالوا يا مستر محمود ندخل على الدرس الثاني اللي هو التكاثر والأزهار والانقسام الميوزي والانقسام الميتوزي. تعال نشوف السؤال بقى هنا، وهنا بقى ندخل في شوية أحياء، هنسيب الفيزياء وندخل أحياء. السؤال الأولاني كاتب عمال ينقنق معاه يا مستر يوسف، كاتب 2 نون كروموسوم، وطبعا دي حيوانات منوية. فتعال نشوف واحدة واحدة. وطبعا دول 4 حيوانات منوية طلعوا 2 نون، يعني ده اختزال. يعني الشكل المقابل يمثل انقساما ميوزي عشان 2 نون يحدث في نقط في الإنسان. خلية المناسل، عاوز تقول الخصية، قول اللي انت عاوزه. يبقى يمثل انقسام ميوزي يحدث في خلية المناسل. طبعا دي اللي هي الخلايا التناسلية. تمام. سؤال ب بيقول له علل لما يأتي عدم تشابه نبات
البطاطس وحيوان الشمبانزي. يعني انا ما اعرفش اللي حاطط السؤال، يعني كان ممكن يجيب له اي مثال تاني غير حيوان الشمبانزي، يعني ما تفهمش بقى هم بيفكروا ازاي. عدم تشابه نبات البطاطس وحيوان الشمبانزي بالرغم من تساوي عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية. انت لو جبت واحد من الشارع هيجاوب لانهم يحملان معلومات وراثية مختلفة. يعني مثلا صفات نبات البطاطس غير مثلا حيوان الشمبانزي رغم نفس عدد الكروموسومات، عشان المعلومات الوراثيه اللي في نبات البطاطس مش زي المعلومات الوراثيه في الشمبانزي. يبقى هقوم جاي قايل لانهم يختلفان في المعلومات الوراثيه. لو القلم بس يبطل يزاولني يبقى الدنيا تبقى تمام. ماشي. السؤال الثاني، التكاثر اللاجنسي لا يؤدي الى حدوث تطور في النوع. طبعا دي سهل لانه بيعتمد على فرد ابوي ايه؟ واحد بينتج افرادا مطابقه تماما لصفات الفرد الابوي. طب انا عاوز اختصر الاجابه لانه يعتمد على فرد ابوي واحد. يبقى انا اقول له كده يا مستر لانه يعتمد، انا بملي الاجابه ولادنا اللي في تانية اعدادي مره واثنين وثلاثه عشان الخط مش واضح. لانه يعتمد على فرد ابوي واحد. يلا قولوها تاني اللي ورا الكاميرا اللي بيتفرج عليا دلوقتي، لانه يعتمد على فرد ابوي واحد. تمام. يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي. طب هو ليه بيسمى بالانقسام الاختزالي؟ عشان هو بيبقى متقسم لاربع خلايا. الاربع خلايا دول تحتوي كل منهما على نصف عدد الكروموسومات. طب بطريقه اشيك، عشان كل خليه بتحتوي على نصف عدد من الكروموسومات اللي موجوده في الخليه. يبقى انا اقول له كده لانه ينقسم إلى، خلي بالك بقى، 4 خلايا. لأنه ينقسم إلى 4 خلايا، كل خلية خلي بالك بقى بها نصف عدد الكروموسومات. كل خلية بها نصف عدد الكروموسومات. 2 نون او 2 ان زي ما انت عاوز قولها يا مستر محمود. السؤال الثاني وده سؤال مش بطال برضو جميل جدا 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 بجد، والله جميل جدا وعاجبني. يعني بيقول له اذا كان عدد الكروموسومات في حبة لقاح زهرة 7 كروموسومات، اول لما البتاع يفصل قول لي، فان عدد الكروموسومات في احد خلايا الكولينشيمية، خلي بالك بقى الكولينشيمية هنا يعني الجسدية، يبقى هنا هضرب في 2. هو اداله بونبوني، يعني قال له ايه؟ قال له انت عندك الكولينشيمية، يبقى كل اللي هتعمله هتضرب 7 في 2 يبقى 14 كروموسوم. 14 كروموسوم. السؤال اللي بعد كده طبعا جايب له شكله عمال يهزر معاه، بيقول له يلا الشكل ده بيدل عليه. هو جاب له كروموسومات وحصل تبادل. طبعا ده سؤال برضو بيجي كتير جدا طلبة تانية اعدادي حتى من ايام زمان، من ايام المنهج القديم. بيقول له ما اسم هذه الظاهرة وما الانقسام الذي تحدث خلاله واهميتها ايه؟ اولا دي ظاهرة العبور. يبقى اللي قدامي دي ظاهرة مين؟ العبور. بتحصل فين؟ دايما بتحصل في الانقسام الميوزي الاول. يبقى ظاهرة العبور تحدث في الانقسام الميوزي الاول. ماشي. ما اهمية بقى تلك الظاهرة؟ اهمية الظاهرة دي ايه؟ تنوع الصفات الوراثية بين افراد النوع الواحد.
يلا قولوها تاني كده معايا يا ولاد تانية اعدادي. اهميه ظاهره العبور، تانية اعدادي تانية اعدادي تانية اعدادي. ها، تنوع، يبقى احنا هنقول كده تنوع تنوع الصفات الوراثيه، تنوع الصفات الوراثيه بين افراد النوع الواحد. تنوع الصفات الوراثيه بين افراد النوع الواحد. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول له استخرج العبارة الغير مناسبة أو الكلمة الغير مناسبة واللي بيربط ما بين باقي الكلمات. طيب، ده من الأسئلة الحلوة يعني. عنده خلية أمعاء، وعنده خلية مبيض، وعنده خلية عضلة قلب، وعنده خلية بويضة. حلو. يبقى الكلمة الغير مناسبة خلية بويضة اللي أنا حطيت عليها خط دي. طيب، إيه اللي بيربط ما بين خلية الأمعاء وخلية المبيض وخلية عضلة القلب يا مستر محمود؟ قال لك إن الخلايا دي فيها 2 نون من الكروموسومات، باقي الخلايا. يبقى هنقول له هنا باقي الخلايا، باقي الخلايا تحتوي على 2 نون من الكروموسومات. باقي الخلايا تحتوي على 2 نون من الكروموسومات. طيب، السؤال رقم ب، ماذا يحدث عند تطور الجذور الناتجة من برع في ضرنة بطاطس لامتصاص الماء والأملاح من التربة وارتفاع الساق والأوراق نحو الضوء؟ يبقى هنا في حاجة، الضرنة بتاعة البطاطس هتتحول لنبات، دي أول حاجة، وبالتالي هيقدر إن هو يعمل عملية البناء الضوئي. يبقى أقول له هنا تتحول الضرنة إلى نبات، وتقوم أو وتستطيع القيام بعملية البناء الضوئي، طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول له اندماج حيوان منوي لذكر الضفدعة مع بويضة لأنثى الضفدعة. طب ده بيعمل ايه يا مستر محمود؟ ده طبيعي سؤال بيجي كتير. بيتكون الزيجوت الذي يحمل 2 نون من الكروموسومات، وبعد كده بيحصل انقسام ميتوزي. يبقى ده بيجي على طول في الامتحان. يبقى هنقول له هنا يتكون الزيجوت الذي يحمل 2 نون من الكروموسومات. الذي يحمل 2 نون من مين يا ولاد؟ من الكروموسومات. ده برضو بالنسبة معانا للسؤال اللي بعد كده. تعالى نشوف الاختبار اللي بعد كده، وده برضو من الاختبارات المهمة اللي برضو ممكن تيجي معانا في الامتحان. بيقول له أكمل العبارات التالية. اتخل بقى على الزهرة والكلام ده. تتكون السداة من نقط ينتهي طرفه بانتفاخ يسمى نقط. يبقى تتكون السداة من خيط ينتهي طرفه بانتفاخ يسمى المتك. تمام يا مستر محمود. طيب، اذكر فرقا واحدا بين الكأس والتويج. ايه الفرق ما بين الكأس والتويج؟ الكأس اوراقه خضراء والتويج اوراقه ملونة. يلا نقول تاني، الكاس اوراقه خضراء اسمها سبلات، والتويج اوراقه ملونة اسمها تبلات. يبقى الكأس اوراقه نمسحها تاني. الكأس اهو، نمشي مع بعض واحدة واحدة. الكأس اوراقه
خضراء، أوراقه خضراء. والتويج، التويج أوراقه ملونة، أوراقه هنقول يا مستر محمود ملونة. ماشي. قارن بين ثمرة الطماطم وثمرة الرمان، برضو بيجي في الامتحان. ثمرة الطماطم بتحتفظ بالكأس، طب وثمرة الطماطم بتحتفظ بالسبلات والتبلات، ده بعد تكوين الايه؟ الثمر. يبقى ثمرة الطماطم هقول له تحتفظ، انا بعيد مرة واثنين وثلاثة عشان لو مش عارف تقرا، تحتفظ بالكأس. وثمرة الرمان هقول تحتفظ بالبتلات والسبلات مرحلة النمو الخضري ومرحلة انتشار البذور في دورة حياة النباتات الزهرية. طيب، مرحلة النمو الخضري بيبدأ النبات ان هو يكون الجذور والساق والأوراق. يبقى هنا يبدأ النبات في تكوين الجذور والساق والأوراق، بيبدأ النبات ان هو يكون الأوراق. طيب، مرحلة انتشار البذور بقى، بتبدأ البذور تقعد تنتشر عشان تسقط على بيئة مناسبة وتبدأ دورة حياة جديدة. يبقى هنا ان هي بتسقط، يبقى المرحلة الثانية اسمها مرحلة انتشار البذور، تسقط في بيئة مناسبة. وأقول له يا مستر محمود وتبدأ دورة حياة جديدة. مين؟ جديدة. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول له يا مستر محمود اذكر الرقم الدال على عدد المحيطات الزهرية في زهرة نبات الباذنجان. زهرة نبات الباذنجان دي خنثى النوع، يعني مذكر ومؤنث مع بعض. يبقى هنا بيبقى فيها تقريبا، ده مش تقريبا انا بهزر معاك، هنا فيها 4 محيطات، ده برضو بيجي في الامتحانات. طيب، السؤال اللي بعد كده وهو سؤال مش بطال، علل حبوب اللقاح في الأزهار التي تلقح بالرياح ملساء، بينما في الأزهار التي تلقح بالحشرات خشنة. ملساء عشان يسهل حملها بواسطة الرياح، خشنة لتلتصق بجسم الحشرة. يبقى ملساء ليسهل، هجيب بس القلم، ليسهل حملها بالرياح، وخشنة لكي تلتصق بالحشرة، بمين؟ بالحشرة. طيب، يجي بقى السؤال اللي بعد كده بيقول له تسمية النورات الخيمية البسيطة بهذا الاسم. ليه؟ عشان الأزهار بتخرج من كم نقطة؟ بتخرج من نقطة واحدة. النقطة الواحدة دي بيحصل فيها تساوي الأعناق. يبقى أقول لأن الأزهار تخرج من نقطة واحدة، تسمى الأعناق، أو مع تساوي الأعناق يا مستر محمود اللي موجودة معاها، عشان كده الأعناق بتاعتها بتبقى متساوية وبسيطة. يبقى لأن الأزهار تخرج من نقطة واحدة مع تساوي الأعناق. مع محمود يا يوسف تساوي، مع تساوي الأعناق. السؤال رقم 3 بيقول له اختر الإجابة الصحيحة. يصعب تميز لون السبلات عن البتلات في أزهار. تعال نشوف واحدة واحدة.
الورد البلدي، لا ملناش دعوه بالورد البلدي، دي اغنيه لطيفه بتغنيها ملناش دعوه بيها. الصفصاف برضو ملناش دعوه بيها. البيوتونيا برضو ملناش دعوه بيها. اكيد نرجس هانم، اكيد طبعا اللي انت صعب اللي انت تميز ما بين السبلات والبتلات في زهره النرجس. السؤال رقم ب، ادرس الشكلين التاليين ثم اجب. ده سؤال حلو قوي برضه، دايما حتى من واحنا صغيرين السؤال ده دايما بيجي في الامتحانات، اللي هو السؤال رقم ب ده. ما نوع جنس الزهر مع ذكر مثال. اولا دي زهره مذكره، والمثال اللي قدامي ده هتدربنا عليه كتير، ودي وحيده الجنس، امثلتها كتيره جدا. الذره، عندك النخيل، عندك القرع. القرع ركز في القرع دي. يبقى هنا يا مستر محمود دي زهره مذكره وحيده الخليه، وعندك الامثله كتير، المثال المشهور زي الذره وزي يا مستر النخيل وزي القرع. طيب السؤال الثاني، ما اسم العملية التي يمثلها هذا الشكل ومناتج العملية؟ برضو الشكل ده معروف، ده عملية الإخصاب اللي هو بيكون حاجة اسمها الزيجوت، اللي هو بينمو بالانقسام الميوزي وبيكون الجنين. وبيكون مين؟ الجنين. يبقى اسم العملية الإخصاب، ومناتج العملية يتكون الزيجوت الذي يكون الجنين بواسطة الانقسام الميوزي. كده طلبة تانية اعدادي، احنا كده راجعنا منهج شهر ابريل، واتكلمنا عن النقط المهمة والمسائل والوحدات، واتكلمنا برضو عن الانقسامات، واتكلمنا عن الازهار. ان شاء الله هتستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ومراجعة ليلة الامتحان انتظروها، هتبقى حاجة كده محترمة. ربنا يوفقكم يا رب، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.